القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. أقسم بالله العظيم أتحدث من عمق هذه المأساة بأن البسطة لا تكاد تأتي بمصروفها اليومي. مع بزوغ شمس صباح اليوم الثالث من شباط، غاب الباعة المتجولون وبسطاتهم من شوارع مدينة رام الله. غياب قصري جاء بعد قرار مشترك بين بلديات رام الله والبيرة وبتونيا بهدف الحفاظ على النظام العام في الشوارع وإظهار أناقة وجمال المدينة. بدنا نشوف مين نفس أطول، إحنا مستمرين هون يوم يومين 3 4 10، بعدين يعني الحرب الكر والفر السلمية مستعدين لها. ما مشيش هالقرار 3 أيام 4 أيام 5 أيام وأكثر، إحنا بدنا نرجع نبسط واللي يصير يصير، لأنه ما فيش عندنا بديل. أما إحنا ممكن نلغي البسطات، وأنا بضمن لك إنه ولا بسطة تكون في رام الله بطريقة واحدة، إن كل شاب تخلق له شاغر مناسب. البسطة قاعدة بتدخل علي 1200 1300 شيكل وأنا ملحوق. أنا أجيب لي مصدر رزق عيش كريم، أنا بنزل على بيتي وما بفتحش بسطة. الباعة المتجولون وأصحاب البسطات الذين اعتادوا الوقوف على أرصفة الشوارع أمام بضاعتهم وصوتهم ينادي على المار للتسوق، خرجوا اليوم للاحتجاج على دوار المنارة وسط رام الله للتعبير عن غضبهم من هذا القرار ودعوة أصحابه للعودة عنه أو توفير بديل لهم. احنا لجأنا نشتغل على العربيات يعني بعد ما انقطع كل بديل عشان نلاقي يعني رزقنا بكرامة. هذا واحد. اثنين، يعني بصراحة اللي عليه كمبيالة مش قادر يدفعها بده ينحبس، واللي راح الواحد يسرق مشان يدفع الكمبيالة برضه بده ينحبس. واذا الواحد جاب عربايه يحطها على الشارع شاف علي مشان يجيب رزقته بكرامه ومشان يدفع الكمبياله كمان برضه صار بده ينحبس. بعدين شيء ثاني، يعني لما انقطعت الرواتب تبعات الموظفين الدنيا كلها قامت ولم تقعد. إزالة البسطات من الشوارع خطوة لاقت احتجاجا كبيرا، ما أدى إلى قيام مجموعة شبابية بإطلاق حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل عنوانا بسطة بلد. لتلفزيون القدس، محمد العدم، رام الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.